هو طبعا يتحججون بالضغوط أو الحكومة العراقية. شفت يتحججون بالضغوط الدولية وان الكويت لازم تخضع للضغوط الدولية، لكن يا اخوان ما يتم بهالشكل. يعني الناس عرضوا فكرتهم خطأ على طول دخلوا احنا ضد القروض. زين يا اخي اعرض فكرتك صح. يعني انت مؤيد لاسقاط القروض على العراق بشرط ان تطرح بشكل جيد. لا، انا اقول ان هذه القروض والديون عبارة عن دم كل كويتي وكل اسير. نعم. فقد روحه هناك في العراق. نعم. هذا اقل شيء تسوونه له الكويت. انتم ما تنازلون عن المال العام. ليش يطالبون باسقاط قروض من اللي قال؟ بس الله يرضى عليك، ما انتم قاعدين تدعون علينا لما يجي دورك انت تقول انتم تطالبون باسقاط القروض على العراق. وين اللي قال؟ في اتهام اليوم عليكم بانكم تطالبون والله ما قلنا. احنا ليش موجودين؟ الله يرضى عليك بس عشان اوضح على اساس لا يبين ان احنا اللي قاعد نتهمهم، الوطن ما قاعد تتهم احد. بس اليوم في اتهام عليكم ابو عبد اللطيف بانكم تطالبون باسقاط قروض العراق، وهذا هدف الحين اليوم علشان ترد على هذه الاتهامات. بس خلي يخلص فهد وبرجع لك انا. تفضل. شوف، اول شيء انا اتحدى المجموعه ان تصدر بيان باكر عن موضوع القروض والديون العراقيه، اتحداها. ليش؟